هذا مجنون في ريجنا، يعني من جيراننا. جيت اضحك معاه، قلت له عبد الله، اسمع عبد الله. قال ايش تبي؟ قلت له يا معود انت تحضرون، هو اللي يننا شنو، يا تعرف على واحد يمني وقاموا بالليل يصكون على روحهم بالدار وبخور وياوي ما ادري شنو، ويقرون منه الكتب مال طشقان باشان كان هذول الاسامي الجن، وبيحضرون الجن وجنوهم. وهذا عبد الله خبل الجن من التحضير وبخور ودخان وبالليل خف عقله. فقلت له عبد الله، اضحك معاه انا بس، عبد الله انا احب لي وحده وهي تحبني، لكن اهلها مو راضين يزوجونها لي، واهلي مو راضين انا اخذها. ويا معود كان من هاللي تقعدون لهم بالليل تقعدون معاهم يسوون لنا شغله. قال لها حاضر ممنون حاضرين، وراح. ثاني يوم لقيته، قلت له عبد الله ايش سويت يا معود؟ قال اسكت، حضرت لك خرخوش بن مرحوش بن مرطوش، اسم هالطولة طلع لي. هذا كبير الجان وياي من سبع في ما ادري وين من اليمن. وقلت له قصتك. قلت ايش قال لك؟ قال تحضر شعره من كس امك وشعره من كس امها. وبعقدهم، واذا بطلتهم تزوجون. قلت والله يبا انا المجنون موت. انا المجنون موت. لا يبي شعره من كس امها وشعره من كس. اي والله. ايه بالصدق جبعه خبل بعد شنو؟ ولا انتم عقدتوا؟ شيء لا بطل، لا عقدت شعره شي بطل. يا بالله فتشك. يطلع الشعره بس. قلت له لا بالله رضا واهلها، روح لابوك لا ابو جنك لا ابو سبع اللي